لو جربتوا تعملوا القرنبيط بطريقتي هتحبوه جدا ومش هتبطلوا تاكلوه، وصدقوني الصينيه هتخلص وهتعملوا منها تاني. عايزه اقول لكم ان هي لو فاتس، يعني قليله الدهون جدا. انا جبت القرنبيطه وقطعتها، طبعا غسلتها الاول وقطعتها بشكل طولي كده، بحيث ان اخد القطعه تبقى مش مدوره، اخدها مفروده كده. هوريكم ازاي. هنا كنت كده عماله اقطعها وهوريكم السمك بتاعها يبقى قد ايه بالظبط وتبقى شكلها عامل ازاي. شايفين؟ بصوا انا عايزاها تبقى كده، تبقى بالطول مش قطع. وكملت تقطيع القرنبيطه على هذا الحال. ابتديت اجزأها كده واقطعها واطلع منها الحتت الكبيره. يعني الحته الكبيره دي هاخدها زي ما هي كده، اللي اتقطعت قطع خلاص. بصوا شكلها. وده حلو قوي السمك ده. وبعد كده جبت صينيه حطيت عليها ورق زبده ودهنته بزيت، وحطيت القرنبيط اللي انا قطعته فردته كله كده على ورق الزبده ده، بحيث ان احنا ما نحطش قطعه فوق قطعه. انا عايزاهم هي قطعه واحده مفروده مفيش قطع فوقيها. وهنا كنت مليت الصينيه واستغليت كل مساحه فيها. وابتديت بقى ايه، اتبل التتبيله بتاعتي. انتوا مش تحتاجوا بقى ولا بيض ولا دقيق ولا اي حاجه. حطيت نقطتين زيت كده بمعدل 3 معالق كبار زيت، ده على القرنبيطه كلها، انتوا متخيلين؟ انا بس هنا كنت بنقط كده على كل حته بحيث ان كلهم ينزل عليهم الزيت. وبس كده، مش هنحتاج اي مادة دهنية تانية. وبعد كده حطيت ملح، وحطيت كمون، حطيت فلفل اسود، وحطيت زعتر كمان لان انا بحبه جدا في الخضار. وده كان المنظر. عايزه اقول لكم بجد انه اصلا ريحه التتبيله من قبل ما يدخل الفرن كانت فظيعه، كان مخليني كده ان انا حاسه ان انا عايزه اكله ني. هنا كنت خلاص كده كملت كل التتبيله بتاعتي، وزي ما قلت لكم ملح كمون فلفل وزعتر بس كده. وده كان شكلها قبل ما تدخل الفرن. دخلتها الفرن وطلعتها كده وهي نص سوا عشان احط عليها بقدونس. ما تحطوش البقدونس في الاول خالص عشان هينشف كانكم يعني حاطين عليه حجر. فانا طلعتها من نص التسويه كده علشان احط عليها بقدونس ودخلتها الفرن تاني. عايزه اقول لكم ان انا كنت حطاها في الفرن على درجه حراره 200 لمده بالظبط ربع ساعه كانت استوت. هنا كملتها اهو في الفرن تكمل. اخدت 5 دقايق زيادة. وهنا ماما وهي بتاكلها وحط عليها طحينة وكانت بتقولي خطيرة، فقلت اصورها لكم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وياريت تشجعوني.